السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ونسمي الله كده. وبشكر كل فانزاتي اللي على الفيديو الاخير بتاع التعليقات السلبيه وكده، واللي قالوا لي ولا يهمك احنا بنحبك، وانا والله بحبكم قد كده اهو. اللي اول مره بقى يشوف قناتي ويشترك في القناه ويشرفني ويفعل الجرس بكلمه الكل، ويحط لي لايك حلو بقى وكومنت جميل كده. وحبايبي فانزاتي الحلوين لتاني مره، والله بشكركم. من لو شكرتكم من فين ما وفيش حقكم والله. وبتشجعوني ان انا استمر في شغلي. وهناكل ايه بقى مع بعض النهارده؟ طالعه بقى اتغدى معاكم. انا بقيت بحب اطلع اتغدى مع فانزاتي. سمك بوري مبطرخ مشوي. انتوا هتقولوا محروق، في ناس بتفكر ان محروق بس هو مش محروق. ورز بشعريه. وده بقى لفت، شوفوا لونه احمر وجميل ازاي، مفيش متخلل بس كده بميه وملح وخلاص، ولا بنجر ولا اي حاجه. بس انا بقى بحب ميته قوي. تعالوا بقى اتغدوا معايا. الطبق ده بقى عشان احط فيه العظم. فانزات الحلوين بقى يجوا يتغدوا معايا. شوفوا السمك يا حبايبي، هي بتبقى قشره كده محمره، بس هي السمكه بتبقى ماهيش محروقه ولا حاجه كده. البوري بقى اليومين دول مبطرخ وجميل قوي. عاملين ايه بقى؟ اللفت تحفه جميل. انا هحط العظم بقى في الجنب هنا وخلاص، لان الطبق التاني صغير. السمك البوري بقى احنا هنا في دمياط مش بنشويه في البيت، يعني بنشويه في الفرن بقى عند الراجل. واما بيجي بقى بنملحه بقى بالتوابل والملح وكده والليمون. والميه بتاعته دي بقى ايه؟ عشان ايه الفص ايه بنعمله بقى في الميه كده كده اهو وعلى بقي. اللي عايز بقى افكار تانية كده للقناه يكتب لي بقى في الكومنتات يعني، او اللي عايز وصفه او كده. اللي اكل بقى بول النهارده يبقى يكتب لي في الكومنتات بقى اللي اكل زيي، واللي لسه هياكل زيي برضو يكتب لي هو اكل بكره ولا ايه. في البطروخه يا حبايبي. شوفوا البطروخ ده بقى كده بنضفه ونشيل الاسود ده القشره اللي عليه. بس انا بقى بسيبه كده عشان اما بخلص غدا باكله كده لوحده. نتحلى بيه بقى عشان ايه طعمه يفضل في بقي كده. حطه في الطبق هنا. شوفوا جمال البطروخ وحلاوته. إيه الاكل كده ايه، اذواق كده، فن بقى. ناكل السمكه وفي الاخر نتحلى بالبطروخ. تليفون اختي ما بيبطلش رسايل.
انا بقى حابسه العيال في الاوضه وقافله الباب عشان اعرف اتكلم معاكم بقى ونصور في هدوء، لان اكتر التصوير بيبقى دوشه وكله داخل في بعضه. السمك طازه وتحفه، جميل قوي. انا السمك لو مش حلو لا يمكن ادوقه. اجي عليا فتره كده انا كنت بعشق السمك قوي، اجي عليا فتره معرفش زي ما يكون ما انتش بحبه، بس رجعت تاني الوقت يعني ايه باكله، بس يعني مش قوي برضو زي الاول. والله ما انا عارفه السبب ايه. بس دايما السمك المشوي اخف من المطبوخ، من المقلي وكده السنجاري. هي قشره كده اهو بتتشال في ثواني، بس عشان السمكه حلوه، انما لو السمكه مش حلوه مش هتتشال كده. بس احلى حاجه بقى شويه اللفت دول، شوفوا ميه اللفت جميل. انا اصلا احب المخللات والحوادق، والضغط بقى يعمل عمايله. هو السمك المشوي بيلوث الايد. انا بقى والله ايه بقيت يعني بحب اطلع اتغدى معاكم. ايه يعني من ورا، انا عارفه ان انتوا من ورا الكاميرا، بس والله بحس ان انتوا معايا يعني، من تعليقاتكم الحلوه والله وكومنتاتكم الجميله ديت، و يعني بجد يعني من الناس المحترمه. ربنا يخليكم ليا يا رب. في ناس بتعمل الرز بشعريه ده جنب الفراخ واللحمه، بس احنا لا، احنا ما ناكلوش الا مع السمك، وخصوصا يعني السمك المشوي. انما في اسماك تانية بنعمل لها رز ابيض ورز الصياديه. انا دايما اتغدى اخر حد، يعني باكل متاخر، مع ان والله النظام ده هو كنت يعني الاول ما يجي العصر تلاقيه متغديه. بحاول اغيره بس ما بعرفش، وساعات ابقى يعني صحيت من النوم بدري، اصحى بدري من النوم بس ما افطرش الا العصر. اللي ما بيحبش السمك بقى عشان العظم اللي فيه وكده، اللي هو الشوك يعني، لما السمك بيبقى يعني كبير وحلو كده بيبقى شوكه مش كتير يعني. انا وانا صغيره كنت صغيره في ابتدائي صح، ماما كانت بتغديني يعني، لان انا ما كنتش باكل السمك لوحدي فبلعت عظمه بالغلط يعني ما شافتهاش. قعدت قدام ما اكلش سمك قعدت كتير ما اكلش سمك، واخاف بقى يعني لما اسمع بقى ان هم جايبين الغدا سمك اخاف، وماما بقى تغصب عليا ولازم اكل السمك، واعيط وما اكلش السمك وبهدل عشان العظم. ما اعرفش ليه اللي كان بيحصل ده. ده انا ليا مغامرات في حاجات كتير بس حاجه كده اما تيجي وقتها احكي لكم عليها. اختي بقى الصغيره اللي بتصورني،
اكتبوا لهم في الكومنتات يطلعوا معايا تحدي، لان لما بقول لهم يقولوا لي لا، طلعوا معايا حاجات بسيطه ويقولوا لي لا. فاكتبوا لهم بقى في التعليقات اطلعوا مع حنان تحدي، بينما بطلع لوحدي كده. هم حاجه ليه يا اخت طريقه اكلها حلوه يعني تفتح النفس، انما انا باكل كويس يعني بس براحتي. وعشان بقى ما اطولش الفيديو عليكم، لو عجبكم بقى الفيديو حبايبي ما بينسوش اللايك، اللي اول مره بقى يشوفني يحط لايك حلو كده، لايك جميل، وانتظروا مني مفاجآت وكل جديد، وباي باي.